أجمل وجبة وسريعة. والله ما خدت أكتر من ساعة ونص، لأن قلبي حامي. ووجبة روعة، سهلة وسريعة، وعملتها بعد رجوعي من الشغل على طول. وبيظهر بتأكيد كلامي وأنا لابسة لبسي لسه الهدوم والنضارة. عملنا شوية رز، وعملنا شوية شوربة، وعملنا شوية فاصوليا. يلا بينا نشوف اللي عملناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ على القناة ونقول عملنا إيه، يلا كده اللي داخل على القناة جديد وأول مرة ينورني، يا ريت يدوس على زرار الجرس وكلمة الكل، ويدوس على لايك ويكتب تعليق حلو. وأحب أشكركم جدا 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 إن انتوا دايما بتدعموني، وأنا ما بكبرش غير بيكم. هنعمل إيه مع بعض؟ يلا ما تحكيش كتير، يلا قولي لنا هتعملي إيه. اللي حصل يا ستي، انا جايه من الشغل، اتصل بيا محمود بيقول لي انت فين؟ قلت له انا بدات، طلعت من المدرسه وهروح. قال لي يا ريت تعدي عليا يا ماما، تاخدي معاكي اللحمه والخضار والطلبات. قلت له ماشي. عدت عليه، اداني كل الطلبات. اول ما روحت قلت بدل ما اصحى مرات ابني ولسه هتصحى ولسه هتشطف ولسه هترضع الواد، يا بنت اطلع على طول واشتغلي. ورحت بسرعه قبل ما مد يدي ولا اقلع ولا اعمل اي حاجه، دخلت على المطبخ. احب اقول لكم كده علشان انتوا البنات الجيل اليومين دول لازم يعملوا زينا، يبقى قلبهم حاوي وخايفين على البيت. دخلت على المطبخ، ولحت على ميه اللحمه. واهم حاجه ونقطه كبيره واحب اقولها لكم دلوقتي، واللي فكرتني ان انا بوريكم الخلاط، ان لازم اول حاجه بدل ما تحطي ميه اللحمه كمان اضربي البصله لو محتاجه بصله، اضربي الطماطم لو محتاجه طماطم، اضربي الخضره لو محتاجه ضربها. اي حاجه بالكهرباء اشتغلي بيها فورا واركنيهم. يعني انا ضربت في الكبه اللي هو في الكبه اللي هي العجان ضربت البصل، في الكبة التانية اللي شايفينها ضربت فيها الطماطم. ليه؟ أخاف النور يقطع. واللي كان هو والله، واللي كان هو واللي حسبته لقيته والله النور قطع. وبعد شوية هقول لكم إيه اللي حصل لما النور قطع، بس ما تجريش الفيديو وشوفيه كله وهتعرفي إيه اللي حصل في قطعة المية والنور وعملت إيه. بالراحة كده. هنعمل ايه؟ طبعا احنا نقعين البسلة انا وحطيتها على النار في مية سخنة، ولحت عليها عشان تتسلق. نقعت البسلة قبليها بساعتين ثلاثة، دول كانوا موجودين عندي انا، فلازم تنقعي. طب لو مش موجودين عندك واداهم لك زي ما اداهم لي كده اهو بسرعة، يعني هما كان عندي انا شوية بتاع دي، فانا رحت سلقة اللي عندي انا اللي نقعهم. ورحت بسرعة لو انت ما عندكيش تحطيهم في ميه سخنه واغليهم غلوتين ثلاثه، بس ميه سخنه ما تحطهمش في ميه بارده. ماشي. وحطيهم على النار، بس ما تحطلهمش اي نوع ملح. لما يستوي كده ويبدا يخش في السوا، فهنشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه؟ ده جبت الحله انتصار، هتحط فيهم شويه سمنه. اصل انتصار قلبها حامي، ما تخليش حد يعلق عليها ولا اقول لها اتاخرتي ليه. على قد مش بذنبي انا في الشغل، بس برضو احب ما انا عودتهم ان كل طلباتهم مستجابه، وما فيش حد يتاخر ولا اتاخر على حد. يا رب بس نشكره. اهم موجودين حبه سمنه في علبه، قلنا اسيحهم واخدهم، حرام ما انا ارميهم. اسيح السمنه وانزل كل البواقي واحط عليها معلقتين زيت. عشان نعمل ايه يا انتصار؟ هنعمل البصلة بالتقلية بتاعة الفاصوليا. أصله الفاصوليا، أنا بقى عاملة فاصوليا بنات، صح افتكرت. عاملة فاصوليا. أهو أدي الكبة اللي هي عرضت فيها البصل. على فكرة واشتغلت قبل النور ما يقطع والحمد لله. واستنوا هتشوفوا. هقول لكم على اللي حصل. إن أنا عشان أشتغل والدنيا تنور معايا فكرت في اخترعته. يعني هو مش اختراع، هو التفكير اللي شغال وصاحي. اهم حاجه ان يكون تفكيري شغال ما يوقفش. طبعا حطيت البصله لغايه ما هي حمرت، طبعا ما حبيتش اطول لكم الفيديو انا. ورحت طافيه شويه لغايه ما بدا في التحمير انا. وكون اهي وادي الشفشق التاني ضربت فيه الطماطم انا. طبعا انا لما حطيت اللحمه خدت شويه شفشق من الطماطم دي انا. حطيت الطماطم، حطيت البصله، حطيت البهارات، حطيت ورق اللوري، حطيت الحبهان.
بعد ما شلت الريمة ماشي، واديني بحيق برضو ايه التقلية بتاعت ايه الفاصوليا، بتاعت الفاصوليا. طبعا هتلاقي كل العيون شغالة، العيون كلها شغالة، عين عليها اللحمة، عين عليها الفاصوليا بتتسلق، عين عليها التقلية. ودي العين التانية دي حطيت عليها أحمر، أعمل شوية شوربة خضار، لأن كان معايا محمود تعبان. بحط ايه دلوقتي، بمسك الحبهان انا واروح مقشراه واخده الحبه بتاعتها اللي من جوه، واجيب واحده بس مستكه. ماما علمتني كده الله يرحمها، علمتني ايه ان تجيبي الحبهان وتجيبي واحده صغننه مسككه عشان ما يمرش، وتحمريهم لغايه ما ريحتهم ما يفوحوا، وهنشوف هتعمل انتصار. راحت فين؟ امم راحت تجيب حبة بصل تحمرهم، ما تكترش بصل، معلقة أو نص معلقة كده، هم اللي أنا مخليهم معلقة صغيرة كلها يعني، ده باقي من التحمير بتاعت الفاصوليا يعني. أهو لو هتلاحظوا هنا إن الضوء خفت شوية، إيه اللي حصل؟ النور قطع. لو هتلاحظوا الضوء مش عالي. طب ما النور ده إيه؟ عارفة فكرت في إيه يا بنات؟ عندي الحمال بتاع التصوير فيها دايرة كده بتنور، زي وانا بصور. طيب دي ما بتشغلش بدل ما فيش كهرباء. ما اللي عملت ايه يا انتصار؟ هقول لكم اصبروا. رحت جايب الباور بينك، جبت الباور بينك، ورحت جايبة السلكة بتاعت الحمال ده وحطيتها في الباور بينك. اشتغلت، والله اشتغلت. قلت كويس، يبقى كده بدل ما اصور لحبايبي والغاليين عليا ونور عيني على الضلمه وبالكشاف بتاع الموبايل بس، لا، كشاف الحمال انا حطيته في الباور بين. طبعا انا البصله كده بتتحمص كده. بقول لكم انا ايه، حطوا جرس كده. والله ولا اقول لكم ولا في نور ولا ميه، النور قطع. لينا 10 ايام يا بنات، والله 10 ايام واحنا على هذا الحال. وفي مرة اشتكينا، قال له ما تشتكوش عشان ايه، حياة كريمة وشغالين في حفر الايه المجاري. بس والله من ساعة ما اشتكينا المية ما قطعتش تاني. بس مش عارفة بقى، أنا بكلمكم دلوقتي كان يوم جمعة وبظبط الفيديو، لأني أنا ده اشتكيت يوم الأربع، الخميس والجمعة ما تقطعوش خالص، ما تقطعوش خالص بصراحة. طبعا أهي معانا، طبعا أنا حاطة عين عليها اللحمة، وعين عليها الفاصوليا بتتسلق، وآدي عين عليها كمان إيه شوربة الخضار. دي فيها بطاطس وبسلة وجزر، بطاطس وبسلة وجزر أو لوبيا، لا لوبيا، هي لوبيا متهيألي، أو بسلة خضرة. أنا هجيب لها كوستين لأني كانت عندي كوسة أنا في التلاجة، كنت ناوي أعملهم محشي، فقلت افتكرت لأن شوربة الخضار دي ما فيهاش كوسة، وحلاوة شوربة الخضار لما تلاقي فيها إيه كوسة جميلة تبقى. فرحت التلاجة ادينا اهو سايباها، وافتكرت وانا شغاله قلت والله اروح اجيب ايه كوستين، اقشرهم واقطعهم واحطهم في ايه في شوربة الخضار، يبقى عشان يبقى ايه شوربة الخضار فيها كل الخضروات. ولو اي انسان تعبان ببطنه او برد او اي حاجة ايه ما تخفف. انتصار جات من لما راحت التلاجة، وجات معلش التلاجة بعيدة شوية، كنت زمان حطاها في مطبخ وشلتها ودخلتها أوضة عشان اخد راحتي في التصوير والدنيا الزحمة. لما هوسع المطبخ ان شاء الله هرجعها المطبخ هي وبتاع دي. ادي انتصار رجعت وقشرت الكوسة وقطعتها وحطيتها على شوربة الخضار، هتقلب فيها لمدة 5 دقايق ان تشمع الخضروات دي من السمنة والحبهان والمسك. بعد كده انا عندي ما شويه كده اروح فاتحه الحله واروح واخده منها ايه شوربه، لاني انا في الحته دي ايه
ما اتصورتش. يعني انا فتحت الحله وخدت شوربه حركنت شوربه للرز، وحطيت شوربه في الخضار، وحطيت شوربه برضو في التقليه، علشان ايه ما افتحش حله البريستو تاني، عشان اخلص كله مره واحده. يلا كده يا حبايبي، نوروني كده بلايك حلو وتعليق زيكم كده مشجع حلو كده. واللي داخل على القناة أول مرة وأول مرة يتابعني، يا ريت يدوس على الزرار كده ويعمل إيه كلمة الكل. ويا ريت اللي أول مرة دخل يعمل إيه جولة على القناة ويقول لي إيه رأيه فيها. ويا ريت اللي بيتابعني برضو يقول لي بيتابعني من أي بلد، لأني أنا بحب جدا إن أفرح جدا من أفرح إن بيتابعني. بفرح جدا اللي بيقول لي بيتابعني من بلد إيه، يعني زي تونس، زي سوريا، زي المغرب، زي السعودية، زي الكويت. يا ريت. أنا في ناس تابعي حبايبي من الكويت برضو بيتابعوني وبيبعتوا لي يقولوا لي إيه شغلك، إحنا متابعينه أول بأول. فبحب أشكرهم جدا جدا، هم وبتوع المغرب وتونس طبعا ومصر، كل البلاد عشان ما انساش حد. بحب اشكر مصر والسعودية والاردن والكويت والمغرب وسوريا. واديني بعمل معاكم الرز بشعرية. طبعا اجيب الشعرية احمرها تحمير حلو كده، واكون ايه غسلة الرز ومحضرة مع بعض واحدة واحدة. وعشان كده بقولك ايه ما تجريش الفيديو. فاحنا قلنا ايه اللندا لما النور قطع، احنا رحت ايه بس حمدت ربنا ان النور قطع بعد ما ولحت على المية بتاعت اللحمة. لما ولحت برضو على الفاصوليا تتسلق، ان انا ضربت الكهرباء. فيا ريت تبدأي بقى اي حاجة بادوات الكهرباء، يعني لما تصحي، يعني لو هتضربي طماطم، هتضربي بصل، هتضربي اي حاجة، يا ريت تبدأي بالكهرباء، عشان لو النور قطع يبقى حاجتك جاهزة. فانا والله على كده النور مقطوع. النور اللي انتوا شايفينه ده نور الحمال بتاع ايه اللي بيحمل الموبايل ويصور، وبحمل عليه الموبايل وانا بصور. فطبعا هتقولوا لي النور مقطوع، قلت لكم ان انا حطيته في الايه في الباور بانك. وبحمد ربنا ان كنت شحناه برضه. فلما كنت شحناه ولع لي اللمضه بتاعه الحامل بس. فالله العظيم يعني اليومين دول شايفين تعب احنا في حكاية الكهرباء والمية دي بصراحة. شايفين بس هما مش بيدهم، يكون عنهم ربنا، يعني الناس شغالة هتعمل ايه. حاجة تتكسر معاهم، كابل يتقطع معاهم، فيكون عونهم ربنا. منقدرش نقول غير ايه يكون في عونهم ربنا، والله يجازيهم خير على تعبهم في الشارع طبعا، لأن دول ناس شغالة في الشارع يعني يا بنات. فندعي لهم ونقول لهم الله يجازيهم خير. طبعا بدأت اهي الشعرية تحمر معانا. لو انتم ملاحظين انا لابسة لبس الخروج حتى والطرحة عليا على كده اهي. ليه؟ انا حبيت ما اخش اعمل الاكل على اني 1:30 يكون الاكل خلصان. جات مرات ابني تتصل بابني تقول له امال جيبين الاكل، قال لها ده اللي يدور على ماما تلاقيها خلصت فوق وانت نعسانه. فانا كنت طلعت لقيتني ايه اغلبيه الاكل خلصان. قالت لي ما قال لي محمود بالتاكيد خلصت. في انا هدور لسه صح ولسه هعمل فلا. فبسرعة اشتغلت والحمد لله. ليه لو اتكلت والله ما كنا اتغدينا، لأن طبعا النور قطع ومية اتقطعت، فأنا لحقت نفسي. فهتقولوا لي كل مرة هنقول ايه لينا 10 أيام، والله يا بنات 10 أيام شايفة المرار في حكاية المية والنور. بصراحة أنا نفسي أجيب بطارية اللي هي ايه بتشغل النور، يعني كام لمبة كده، والخلاطات حتى للطبيخ حتى. طب انت لو جبت كابل هات موتور جهاز كده تشغل الكهرباء. طب المية اهي الواحد لو شاطر يحوش له مية يعني للظروف يعني. فالمفروض اول حاجة، ويا ريت لو حوشتي تغيريها كل شوية. يعني انت الايه لقيتي النهارده ما اتقطعتش، غيريها، حطيها في زرعة، حطيها في ضحكة أرضية، في غسيل حمام، غسيل مطبخ، يعني مسح قصدي، يعني زي كده. يعني دايما غيري المية، حتى لو غيرتها سيبي يوم وغيري يوم، سيبي يوم وغيري يوم. طبعا عشان دلوقتي بقت المية بفلوس، ويعني بالفاتورة، كل حاجة علينا بالفاتورة. طبعا ادينا هنا يمكن الكاميرا مش جايباها، انا ايه بطمن على شوربة الخضار استوت ولا لسه.
لاني انا سقيتها شوربه وهي قربت، يعني ما بتاخدش وقت بصراحه. اهي. طبعا انا قلت لكم قبل كده بحب اشيل شوربه في التلاجة علشان ما يبقاش ايه ناخد وقت استنى الشوربة. فطبعا المرة دي لا، انا لغاية ما خلصت هنا وسلق دي وعمل ده، كانت اللحمة اتسلقت شوية وخدت منها هي شوربة صبحة المرة دي، يعني ما خدتش من التلاجة اهي. شايفين اهو. طبعا دي من شوربة النهاردة، وهتلاحظوها ان هي ايه، سخنة يعني. يلا كده، يلا حط يدك على خدك كده وما تسرحيش. انا عارفاك ان انت بتحبيني، وعارفاك انك انت هتحطي لي لايك، بس يمكن انت ايه وقاعده بتتفرجي ومشدوده الفيديو الابله انتصار انك انت تنسي تحطي لايك. يلا كده حطي لايك واكتبي لي ايه رايك في ان هي تفكيره الابله انتصار ان هي تحط السلكه دي في الباور بانك وشغلت كهرباء. ويا ريت كده اللي داخل اول مره وما يعرفنيش، انا اقول له ان انا الابله انتصار، يا ريت كده ايه يدوس على زرار الجرس ويعمل كلمة الكل علشان ايه توصل لي كل فيديوهات. اهي. طبعا انا خلصت الرز وغطيته، وعندما يبدأ يشرب اروح حطاه على العين ايه الواطية. اهي. طبعا هنا ايه، اهي ده الرز ده ايه هوطي عليه واحطها في العين الواطية. البسلة طبعا حطيت عليها شوية شوربة زي ما قلت لكم، قسمت الشوربة لما فتحت الحلة. هحط دلوقتي ايه الفاصوليا اللي انا سلقاها 3/4، يعني هتكمل تكملة سواها في التقلية. ويا ريت اغطيها كده اهو علشان ايه وتوطي العين، يعني مش توطية قوي علشان هما مستعجلين المرة دي. انا بحب لما اطبخ اوطي ايه العين شوية كده، فبدل مستعجلة مش هوطيها جامد. اهي. ايه رأيكم؟ ادي الشوربة بدأنا نغرف، ده الشوربة بتاعت الخضار. وانا بصور لكم يا بنات، احسب الكاميرا شغاله ان احنا بحمر اللحمه، بحسب الكاميرا شغاله. وطبعا لما حطت اللحمه فانا اتصور من غير ما احط اللحمه طبعا، يعني فما خدتش بالي يعني معلش. فطبعا ما فيش حد هاكل بدون لحمه، اديكم شايفين اللحمه كانت في الحاله بريستو، واديني بغرف ايه الرز. فكانت ساعتها بقول لام ياسين حضري لي الطاسه بسرعه عشان نحمر، فهي ايه وقفت الكاميرا عشان تجيب الطاسه والحاجات دي، فما خدناش بالنا. كانت هي في اللحظه دي انا حاطه الاكل وهي بتحمر في الايه الاكل، فهي بتحمر في اللحم. يلا كده ايه، اللي يحب الابله انصار يحط لها لايك. وأحبكم، استودعتكم عند الله، لا يضيع الودائع. السلام عليكم.